البايو هاكينج مصطلح يبان من اسمه كده إن حاجة كبيرة ومعقدة، ولكن في واقع الأمر هو حالة من الوعي اللي بعرف بيها نفسي وأفهمها. محاولة واعية مني إن أفهم جسمي وأفهم مشاعري، طريقة تفكيري وسلوكياتي وإحساسي الجسدي. إيه الشكل اللي يناسبني وإيه الحاجة اللي تريحني؟ ليه هنا بكون متوترة؟ ليه هنا بكون مضغوطة؟ إمتى طاقتي بتكون عالية وإمتى بتكون منخفضة؟ ليه هنا جيت على نفسي وليه هنا اديت وليه هنا حبيت اخد من غير ما ادي؟ ليه في الموقف ده قررت انسحب بدل ما اواجه، وهنا قررت اتكلم واقول بدل ما اسكت؟ البايو هاكينج مش حاجة بتخلينا نتحكم في جسمنا، ولكن هي حاجة بتساعدنا ان احنا ندير مشاعرنا وافكارنا ونفهم نفسنا ونبقى في حالة من الفهم والانسجام مع انفسنا. شاركيني في الكومنتات، سمعتي المصطلح بتاع البايو هاكينج ده قبل كده ولا لا؟ طب هو احنا ليه محتاجين البايو هاكينج في حياتنا؟ اولا، احنا بنعمل البايو هاكينج دوت بشكل كبير جدا في حياتنا، تقريبا حياتنا كلها هاك. طيب هو انا ليه محتاجة البايو هاكينج بالذات؟ ان انا افهم نفسي ده عشان رتم حياتنا السريع اللي بقينا فيه. احنا بقينا كلنا بنجري ومش عارفين احنا بنجري ليه ولا من ايه. الحاجة التانية، المقارنات الكتير اللي بقت في حياتنا، بنقارن نفسنا بغيرنا. الحياة اللي بقت المنفتحة دي بقت خلت نظرنا أكتر على اللي بره أكتر من نظرنا على نفسنا، وده خلانا نكون في الحاجة التالتة حالة الانفصال عن نفسي. كلمة عادي اللي بنقولها واحنا مش عادي، بسبب ان انا مش فاهمة نفسي، مش عارفة مشاعري، مش عارفة افكاري، مش عارفة انا بعمل كده ليه. ليه اليوم بقى شبه بعضه؟ اللي بنصحى فيه بننام فيه. ليه بقيت هنا متضايقة؟ ليه بقيت هنا متوترة؟ ليه هنا مش مرتاحة؟ ليه فجأة طاقتي خلصت وبقيت تعبانة؟ ليه الارهاق اللي بقى مستمر وبقى التعب مزمن معايا؟ النقطة الرابعة، وهم المثالية. لازم تتغيري عشان تبقي أحسن وتبقي أفضل وتبقي مفيش منك اتنين، وتعملي الخطوات واحد اتنين تلاتة أربعة عشان توصلي للحالة الأفضل دي. آخر نقطة، بسمع حاجات كتير مفيدة وخطوات بسيطة لكن مش عارفة أطبقها، أو لما باجي أطبق مش شايفة لها أثر مميز في حياتي. فده اللي مخلينا بقى نفهم البايو هاكينج وإزاي نفعله. فكرة البايو هاكينج إن هي بتحولني من النظام الأوتوماتيك، أنا ماشية بعمل الحاجات كده بشكل أوتوماتيك، إلى حالة من الحضور والفهم. مش خطة ثابتة البايو هاكينج كلنا هنمشي عليها، ولا طريقة واحدة كلنا هننفذها. لكن البايو هاكينج كده هو بيتلخص في 3 كلمات: الملاحظة، الوعي، الاختيار. عشان نفعل بقى البايو هاكينج في يومنا محتاجين نخلي بالنا من مراحل البايو هاكينج: الملاحظة، الوعي، الاختيار. الملاحظة، بلاحظ نفسي خلال يومي، ايه المشاعر اللي عندي، في حاجة حصلت فطلع معاها شعور، طلع معاها فكرة، في سلوك ما أنا عملته، حسيت ان انا مرتاحة ليه، هنا متوتر ليه، ليه هنا كنت طاقتي عالية وبعمل حاجة بحب، ليه هنا مش قادرة أعمل، ليه حسيت فجأة إن أنا تعبت مرة واحدة. لما باجي أعمل حاجة بعملها عشان أنا مضغوطة ومفروضة عليا، ولا بعملها وأنا مرتاحة نفسيا؟ بعملها عشان ألهي نفسي ولا عشان في الآخر أستحق الراحة؟ ومفيش عمل مفيش راحة. ولا بعملها عشان دي فروض محطوطة على الدور اللي أنا بقوم بيه؟ فهنا دي من دور الملاحظة. ايه كمان في الملاحظة؟ اعرف مميزاتي وايه عيوبي وايه الامكانيات اللي عندي. وحلو جدا انا اعرف ده من نفسي وكمان من الناس اللي حواليا من طريقة كلامهم وملاحظاتهم عليا. مرحلة الوعي، انا بعرف بقى من كل الملاحظة ديت انا فين، التشخيص بقى. انا فين دلوقتي، ايه الحاجة اللي انا محتاجة اعدلها، محتاجة ان انا اغيرها، وايه المحتاجة الحاجات اللي انا ادخلها. طيب ايه الخطوات اللي انا محتاجة اعملها في كل حاجة من دول؟ هختار حاجة واحدة بس، يا حاجة اعدلها يا حاجة اغيرها يا حاجة ادخلها ليومي وادخلها لحياتي. وايه الخطوات بقى اللي انا بعملها عشان ادخل الحاجة دي او عشان اتخلص من الحاجة دي؟ هختار ابسط خطوة فيهم وابدأ بيها. طيب قبل ما ابدأ، الحاجة اللي انا عايزة اغيرها او ادخلها دي ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ هتعود عليا بايه؟ اثرها عليا هيكون عامل ازاي؟ هو انا ليه عايزة اعملها اصلا؟ كل ده هيساعدني قبل ما اخد خطوة الاختيار، الخطوة التالتة. اختار، خلاص حددت الحاجة اللي انا عايزة اعملها وعرفت ايه الاثر اللي انا منتظراه منها وايه اللي هيخليني اتغير للشكل ده. طب الخطوات هختار منهم خطوة، واختاري الخطوة الابسط وطبقيها وعيشي مع الخطوة شوية. البايو هاكينج دايرة، هنرجع تاني للملاحظة ووعي جديد واختيار جديد. بعد ما عملتي الخطوة دي لاحظي نفسك، كانت مشاعرك ايه،
التغيير اللي انت عملتيه او الخطوة اللي عملتيها وصلتي للأثر، قربتك للأثر اللي انت منتظراه، للصورة اللي انت منتظراه، ولا بعدتك عنها وبعدتك كمان عن نفسك؟ كنت مرتاحة ولا كنت حاسة ان انت بتضغطي اكتر، كنت بتتعبي اكتر؟ فملاحظتك لنفسك اثناء التطبيق والاختيار اللي انت اخترتيه برضو ده مرحلة جديدة من البايو هاكينج. البايو هاكينج بنعمله بشكل يومي وبشكل كبير جدا في حياتنا، لكن بنعمله بقى عشان روتين الشعر وروتين البيت والمذاكرة والعلم والتنظيف والطبيخ. حلو بقى لما نطبق بقى البايو هاكينج بقى علينا احنا، كل حياتنا هاكس. خلي بقى جزء عشان نفسنا. البايو هاكينج مش وصفة كلنا هنمشي عليها ونطبقها كلنا بنفس الطريقة، احنا اصلا مختلفين، فالكلمة اللي انا بسمعها اثرها مختلف عندي غير اثرها مختلف عندك، وكذلك طريقة تطبيقنا للحاجة بتكون مختلفة، فالنتائج كمان هتكون مختلفة. في الآخر البايو هاكينج هو حالة وعي جديدة بنفسي عشان أفهمها وأكون في حالة انسجام معاها. هتقابلني مواقف كتير توقفني وهتساعدني إن أنا أفهم نفسي أكتر وأتعلم أكتر وأكون واعية بنفسي واختار اللي يناسبني. ومستنية رأيك في الكومنتات، وما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. أنا لايف كوتش نهى ميدان، ويومك جميل.